تخيل انه تعطي اسرار ديالك لصديق اللي كان قريب منك بزاف، ماشي غير صديق، كان بمثابة حيط ديال دارك، كان كيحميك وكيحافظ عليك. في الاخر كتفاجئ انه كان كيحفر ليك مورا دارك وكان ناوي الشر ديال الدنيا كله ليك. حلقتنا اليوم غادي تكون قصة وعبرة ودرس لكل واحد كيثيق في الصحاب، كيثيق اكثر من القياس في اي واحد. السلام عليكم، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتستمعوا معايا لهاد القصة الجديدة. وبغيت نقول لكم اذا كنتوا جدادين على القناة الدار داركم ومرحبا بكم، والناس اللي معايا ديما في القناة كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. وباش ما نطولش عليكم بزاف خليني نقول لكم بسم الله. الاسم المستعار حنان. تزاديت وكبرت في مدينة صغيرة وبعيدة على الصراعات وعلى المشاكل، عائلة محافظة بزاف. حنا بينا جوج ديال الخوت، دوزت الطفولة زوينة وما كان ناقصني حتى شي حاجة حتى خديت الباك ديالي. من بعد ما خديت الباك ديالي عادي نمشي لمدينة كبيرة نقرا فيها، ومن بعد عادي نشد ليسونس وعادي نتعرف في داك المدة الزمنية على واحد الأصدقاء اللي منهم بنت وجوج ديال الولاد. ولكن قصتي ما عادي تبدا حتى الماستر. فهاد المرحله كانت عندي داك الصديقه اللي كانت في مثابه اختي، واخا كانت عندي اختي كنت انا وياها ما كنتفاهموش، عقليتي ماشي هي عقليتها. ولكن صاحبتي كوثر كنت كنحس بها باللي كتموت عليا واكثر من اختها. كوثر تعرفت عليها هي واحمد ونبيل، كنا كنقراو مجموعين وكنا صحاب اوفياء. ولكن كوثر كانت هي البنت اللي فيهم اللي كتحس بيا بزاف، وهي اللي قريبه مني. كنت كنجيبها لدارنا في العطله، كتاكل معايا، كتشرب معايا، وكتخرج معايا، وكتنعس معايا. كانت بيناتنا واحد العلاقه قويه ديال الصداقه، ما كنتش كنقدر نتفارق انا وياها، وما كنتش كنقدر نخبي عليها حتى شي حاجه. لدرجه الا كنت كنتناقش مع خواتاتي كنت كنشكي عليها ونبكي. هي ديما الصراحه كانت كتواسيني وكتعنقني وتقول لي انا اختك، الا داروا لك شي حاجه مسحيها فيا، انا اختك. من بعد ما خدينا الماستر كان خاصنا نتفارقوا، حيت هي كان خاصها تبقى في مدينتها وانا خاصني نمشي لمدينتي. وبقينا الصيف كله وحنا بعدين على بعضياتنا، ولكن ما كان التليفونات ما كيطفاوش بيناتنا. من بعد ما تسالى الصيف بقيت انا كنقلب على خدمه، وما عادي نلقاها غير في المدينه اللي فين كتسكن كوثر. غادي نقولها للاصدقاء ديالي وفرحوا ليا كاملين. من بعد درنا باش غادي نتلاقاو في واحد البلاصه في داك المدينه باش نبدلوا الجو انا وكوثر واحمد ونبيل. فعلا تلاقينا ودوزنا نهار زوين. من بعد احمد عادي يمشي عند كوثر وعادي يقول لها باللي انا كتعجبني صاحبتك وبغيتها للمعقول، وهي دابا هي خدمات وانا مازال ما سالش عليا الله، وما عرفتش واش نقولها ليها ولا لا. عادي تجي عندي كوثر وعادي تقول لي راه احمد ها شنو قال لي، وراه كيبغيك ومشحال هادي، وكيقول بلي نتيا بنت الناس ومربيه وناوي معك المعقول. الصراحه باش ما نكذبش حتى انا كان كيعجبني وكنت كنحس بشي حاجه من جهته، ولكن كنت كنقول الصداقه اللي كتجمعنا احسن من هاد الشيء كامل. باش ما ننساش الصديق ديالنا نبيل، عادي تجيه واحد الخدمه في الدول الاوروبيه وما عاديش يبقى معنا. تجرأت ومشيت هدرت مع احمد ووافقت على الهضره اللي قال لكوثر، وخليت بيناتنا هاد العلاقه ديال المعقول اللي كانت نقيه. صرت عليه انه غير على ما يلقى خدمه ويتقدم ليا عند دارنا، وهادشي كله حيت صاحبتي كوثر هي اللي زعماتو وشجعاتو، حيتاش كنت كنحس بها ماشي غير صاحبتي اكثر من اختي. من بعد مده ديال الخدمه عادي عيط ليا المسؤول وعادي يقول لي حنا محتاجين 3 ديال الناس جاد يدخلوا معنا. داك 3 ديال الناس كانوا هما هادوك انا واحمد وكوثر. من بعد انا جبت السيفيات ديالهم للمسؤول اللي خدامه معاه، جاو ودوزو لونتروتيان وتقبلوا في الخدمه ديالهم. هي هذيك دوزنا عام بلا صداع بلا مشاكل، وداك العلاقه ديالنا ما كتزيد غير تكبر. وانا واحمد بدينا كنحسوا براسنا كنزيدوا للقدام، وبقينا كنتسناو غير الصيف باش نمشيو
عند العائله ديالي ونقولوها لهم. حتى الا كان كيقول لي شي حاجه وكتخصني غير بوحدي، كنت كنمشي كنجري عند كوثر وكنقول لها شنو قال لي احمد وشنو قال لي وشنو قال لي. كنت كنعاود كاع التفاصيل ديال حياتي. واحد النهار عادي يعيط لي المسؤول وعادي يقول لي كتخدمي مزيان وانتيا انسانه معقوله في خدمتك، ولات خدمتك مخيره معنا في الشركه، والان فصاعدا بغينا نحطوك شاف ديال الفرقه او مسؤوله على الشركه، واشنو غادي ديري واشنو غادي ديري واشنو غادي ديري. بطبيعه الحال يا ساده يا كرام، شكون اول واحد غادي يعرف؟ هي نوره. مشيت عندها كنجري وخبرتها بهذا الخبر اللي قال لي المسؤول. بقيت كنعاود ليها بالتفاصيل وقلت لها باللي حتى الصالير ها شحال غادي يزيدوني فيه. بطبيعه الحال اش غادي دير كوثر؟ غادي تبوسني وغادي تعلقني وتقول لي تستاهلي كل الخير صاحبتي. فرحات لي واحد الفرحه يمكن اختي وما غاديش ديرها ليا. كانت جات عندي ماما لمده اسبوع باش تشوفني هي وبابا. من بعد ما شديت انا كونجي ديال الاسبوع، من بعد ما ساليت الخدمه ودخلت نهار الاثنين، لقيت كل شيء كيشوف فيا في الشركه بواحد نص عين. حتى المسؤولين ما كيهضروش معايا، وبالنسبه ليهم انا واحد الانسانه اللي اكس. ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه، وعادي نمشي عند نوره وعادي نقولها ليها، غادي نقول لها مسيو اكس مالو معايا، علاش تقلبوا عليا وعلاش داكشي اللي وعدوني به ما داروش ليا. بقات تقول لي سمعي صاحبتي نقولك، المسؤولين كاع ما فيهمش الثقه، وهاد الفرنسيين هكا دايرين كيقولوا الكلمه وما كيفيوش بها. بقيت كنبكي وتنشكي عليها وكنقول لها واش داروا لي هكا وبابا مريض وانا هي اللي كنعاونو. بقيت كنشكي ونبكي، وديما كيقول لي احمد حدي راسك من كوثر بزاف. صراحه ما عرفتش هو ديما كيشك فيها، ولكن انا كنت كنقول راه غير كيخربق. هو كانوا كيبانوا لي شي حوايج اللي كيبينوا انها كتغير مني، ولكن انا عمرني رديت البال. غادي ندوز شهر 8 9، ولكن نفس المعامله مع المسؤولين، كيتجاهلوني وما عطيني حتى شي قيمه. كنصيفط ايميلات وما كيجاوبوش عليهم. واحد النهار هو يقول لي احمد انا هادشي كنشك بلي تكون موراه غير كوثر. قلت ليه قول لي اي حاجه، ولكن ما تشكش ليا غير في صاحبتي، حيت عمرها دير شي حاجه بحال هكا. ولكن باش عادي ياكد لي احمد، عادي يمشي وعادي يهز لها الكونط ديالها، واذا به كنتفاجئ بالرسائل اللي كترسل للمسؤولين. حنان ما كتخدمش، حنان ما عندهاش حس المسؤوليه، حنان واحمد كيديروا شي حوايج خارجين على الحياء، حنان كتبرز الفريق وغادي تخربق كل شيء وغادي تخرج عليكم، وراه عاودت ليا حتى داكشي اللي كنتو تقولوه ليها، وبدات كتعاود ليهم داكشي كامل اللي كانوا كيقولوه ليا وانا كنت كنرجع نقولوه ليا، وعاودت ليهم داكشي التفاصيل على الشركه اللي خاصني نعرفو غير انا تما تصدمت وما قلت حتى شي حاجه، قلت منها الله وخليتها وقطعت علاقتي بها، وهي نوعا ما حتى هي قطعت علاقتي وفهمت اشنو وقع. بقيت كنقول الا كانت هي باغا هاد البلاصه اللي كانوا باغيين يعطوني غير تديها بصحتها. بقيت كنقول حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حيت ربي عالم بلي معزتها عندي وما عمرني ما اديتها، وهي غدراتني في داري. ولكن القصه مازال ما سالات. داز الوقت وماشي بزاف، وعادي تصيفط ميساج للمسؤولين وعادي تقول لهم باللي عادي نخرجوا حنايا بجوج، انا وكوثر واحمد. ولكن انا غادي نمشي عندها وغادي نقول لها عمرك ما تصيفطي شي ميساج بسميتي انا، وهي غادي دير راسها بحال حكرت عليها. بقات كتغوت وكتبين راسها قدام حدا دوك الناس اللي خدامين معانا، بحال زعما انا حكرت عليها وبغيت نضربها. انا اصلا كنت مريضه بالاعصاب، فاش شفتها كي هضرت معايا وحطت عليه داك الاعصاب داك الباطل ما تحملتش وسخفت. احمد ملي شاف هادشي ما عجبوش الحال وعادي يتدخل، وبقى كيزعف عليها وقال ليها كاع داكشي اللي حصلناه عليها وفرجها حدا الناس كاملين. سيري نجي عند المسؤولين ودمعي عليهم وقولي لهم باللي حنان بغات تهجم عليا في البيرو ديالي وما خلات فيا غير اللي نسات. من زهري كان واحد المسؤول عزيز عليه انا بزاف، قال ليها ما يمكنش حنان تسبك. قال لها واش درتي ليها شي حاجه؟ قالت ليه لا ماشي هي اللي سباتني، ولكن احمد. غادي ينوضوا يجريو عليه من الخدمه بسببها. من بعد ما جراو عليه تهرس، حيت كانوا تابعيننا بزاف ديال الحوايج وكنا كنخططوا لبزاف ديال الحوايج.
كنت كي الحمقى كنشارك معاها كل شيء. نهار قررت ناخد الدار هي الاولى، هي اللي اختارت لي الشقه اللي ناخد، دخلتها لحياتي اللي ما كانش خاصني ندخلها ليها. احمد خرج من الخدمه وانا حالتي الصحيه غدا وكتدهور. مرضت واحد المرضى ديال بصح ديما في الطبيب، كانت كتوقف وتقول لهم 2022 وعندنا مسؤوله ما مزياناش والخدمه غدا وكترجع للور. كانت كتقول ابتداء من هذا العام غادي نولي انا المسؤوله وغادي نبدل كل شيء في هاد الشركه. ما بقيتش كنقدر نسمع هاد الشيء، انا مرضت وراه فلوسي كلها كنخسرها في الدوايات، بابا مريض وكيدير الدياليز، خاصني ضروري نعاونو، والمهدي هو اللي خاصو يصبر. وخا ما بقيتش قاده. واحد النهار تعصبت وطلع لي هادشي في راسي وقررت انني نمشي عندها ونواجهها ونقول لها علاش درتي فيا هادشي. قررت ندير هادشي، لبست حوايجي ومشيت لدارهم ودقيت عليها. فتحت لي الباب وانا كنبكي، قلت لها عافاك، بغيت غير نقول لك علاش درتي لي هادشي وجبدتي لنا الصداع وتسببتي للسيد باش يخرج من خدمته. وبقيت كنشكي عليها. شوفوا باش جاوبتني، قالت لي واش بغيتي حياتك ديما تكون مقاده، ديما تعيشي فرحانه، عيشي شويه ديال التعاسه. انا بحال حلت واحد الباب ديال الحقد والحسد وبدات كتعطيني. انتي حياتك مقاده، كلشي عندك مقاد، كلشي كيحماق عليك، كلشي حنان حنان حنان، كلشي عزيز عليه، حتى وسط صحابنا كلشي كيحماق عليك. دايره فولار وملتزمه وكتباني حسن مني، وانا ما كنخلي ما كندير حتى واحد ما كيتسوق ليا. ونزيدك راه كنت كنصورك انتي واحمد وكنصيفطها للمسؤولين وكنقول لهم بلي انتي ما خداماش، وداكشي كامل اللي كنتي كتعاودي لي على الشركه كنت كنسجلو ونصيفطو لهم. بقيت غير حله فمي كنقول اويلي هادشي كله انا ما كايناش في هاد العالم. فقت في واحد اللحظه بقي كيقول لي عقلي اشنو كديري عندها في الدار، واش هي دارت هادشي كامل ومازال ما كتخافيش على راسك. منين جيت خارجه بقيت قالت لي سمعي نقولك، وكلتك حتى عييت في كرشك ولكن حتى حاجه ما كتقرر فيك، وسحرت لك حتى عييت وحتى حاجه ما بغات تشد فيك، حتى ربي عزيزه عليه وما بغاش يأذيك. في ديك اللحظه خرجت كنجري وشديت الطاكسي، وصلت للدار وانا سخفانه وكنبكي نبكي نبكي. ماما بقات كتعنق فيا وكتقول لي بنتي ناري الشيطان. انا كنبكي وكنقول لها دمراتني حنان، خرجت ليا على حياتي، هرستني، بقيت كنهرس اي حاجه قدامي. ماما بقات كتطلبني وكتقول لي عافاك خرجي من ديك الخدمه راه الا بقيتي فيها غادي تحماقي. وانا مور هادشي كان خاصني ندير واحد العمليه او شبه عمليه صغيره، نحيد بحال واحد العبوبه ناضت ليا في عيني. ديك الساعه غادي نولي بخير، وقررت انني نحط الاستقاله ديالي ونخرج. من بعد فين جيت نحط الاستقاله ديالي مشيت درت التيست ديال كورونا حيتاش كانت شادني الاعراض. مني مشيت لقيت شدني كوفيد. من بعد جلست 15 يوم في الدار والشركه تسدت من موراها، وليكنا كنخدمو غير من الدار غير اديستونس، حتى واحد ما كيشوف الاخر، بعيده على الستريس وبعيده حتى على داك السيده. هاد الوقت كامل كان كافي باش نقتل الافكار ديالي ونستوعب اش كان داكشي كيطرا واشنو خاصني ندير. من بعد ما تسالات المده رجعنا للخدمه، تلقيت داك المسؤول اللي كنت عزيزه عليه انا بزاف، بقى كيدوي معايا كل نهار لدرجه انني قدرت نتقرب منه. بقيت كنبين له انكم ظلمتوني وظلمتوا مهدي وما سمعتوش للطرفين كلهم، سمعتوا غير لطرف واحد. من بعد قررت انني نحط الاستقاله ديالي، ولكن منين عرفوني نحط الاستقاله حتى شي واحد ما خلاني نخرج. وقالوا لي مسؤولين في الشركه ماشي ضيعنا واحد العمود اللي كان قوي ونزيد نضيعوك حتى انت. قالوا لي صوني على احمد وباي ثمن بغى يرجع يقدر يتفضل معنا في الشركه. انا من بعد ما قالوا لي هاد الهضره فرحت، صونيت على احمد قال لي انا ما نرجعش، شي واحد ينصدموا ليا في كرامتي انا ما نقدرش نرجع نخدم معاهم. ولكن صوناو له هما وطلبوا منه السماحه وقالوا له تقدر ترجع باي ثمن بغيتي غير رجع. هنايا الصراحه فرحت، وحتى العائلات ديالنا تعرفوا على بعضياتهم وقررنا اننا نديروا العرس في الصيف الجاي ان شاء الله. ولكن المشكل هو ان كوثر مازال كتحفر ليا، مازال ما بغاتش تنساني، مازال ما تصاطرش ليها انني نبقى انا في البلاصه ديالي ونزيد للقدام.
مؤخرا وليت كنحلم كل ليلة بالفاعي كيدورو ليا على عنقي. اما مصطلح الصحابات تحيد ليا من القاموس. وليت بصح خايفة ومعرفاش غدا شنو يبقى ليا ولا شنو يوقع لأحمد. هادشي فعلا مرضني وانا في نعتسى حكايتي، وانا في انتظار انني نقرا التعليق ديالكم والاراء ديالكم وتوجهوني اشنو نقدر ندير. وهذه هي حكاية حنان مع غدر الأصدقاء أو غدر الصديقة ديالها. وكيقول لك: وكم من رجل تحسبه صديقا وهو بألف عدو، وكم من رجل تحسبه عدوا وهو الصديق الصادق الصدوق. نصيحة لكل متتبع والكل متتبعة: اختاروا الصديق ديالكم، اختاروا بعناية الأصدقاء ديالكم، لأن الصاحب سحيب يا إما للخير يا إما للشر. ما نختاروش أصدقاء اللي يصفقوا علينا وحنا طالعين وناجحين، حيت في هاد اللحظة كلشي كيصفق ليك، حتى من إبليس كيفرح ليك. ولكن نختاروا أصدقاء اللي يقدروا يمدوا لينا يديهم وحنايا هابطين وحنا كنطيحوا وكيقولوا لينا نوضوا. ولو وقفات لينا الدنيا هاد الصديق يعليها من أي باب. فنهضركم علاش سمي الصحابي الجليل أبو بكر الصديق بالصديق، حيتاش وقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما عادته الأمة وصدقه هو. فأنت محتاج هاد النوع من الأصدقاء ليكونوا لك سند وعون وحيط على شتك وسلاح. وهاد الرسالة موجهة ليك كوثر. وما تخافيش وما تدخليش في راسك ان هاد الانسانه تقدر تعديك بالسحر ديالها، حيتاش ربي راه غادي يحميك. ولكن ربي ما مكتبوش ليك واخا تجمع السحرة ديال العالم كله ما يقضي فيك حتى شي حاجه. ودليلا على هذا انك قلتيها ان حاولات تدير لك وتوكلك وما قضى فيك والو. وهذه اكبر كرامه ليك من عند الله عز وجل. غير هو إياك ثم إياك أنك تخلي ماكلتك أو شرابك أو حوايجك في البيرو ديالك، أو اللحظة للاحتياط أنها ما توكلك شي حاجة ولا تاخدلك شي حاجة. وأكثر من هذا حمي راسك بالأذكار الصباح والمساء والقرآن، وكنوعدك أن ربي ما عادش يخيبك. حنان خليك قوية بمولانا، وإن شاء الله ربي ما عادش يضيعك. إلى اللقاء.